هنجيب كوباية من الشوفان ونص كوباية من جوز الهند وهنعمل وصفة خطيرة. هنجيب اول حاجة كوباية من الشوفان وهنبدأ ان احنا نطحنهم كويس جدا في الكبة بالشكل ده لحد ما يتحول معانا زقيق. بعد كده نص كوباية جوز الهند هنحطها برضو في الكبة ونطحنها كويس جدا لحد ما يتحول معانا دقيق. كده المكونين الاساسيين جاهزوا معانا. بعد كده في طبق هنضيف دقيق الشوفان اللي احنا عملناه وهنضيف عليه دقيق جوز الهند اللي احنا عملناه برضو، وبعد كده هنضيف رشة من الملح وهنخلط المكونات كويس جدا اللي هي الجافة. بعد كده هضيف نص كوباية من المية السخنة، نضيفها بالتدريج اهم حاجة عشان نشوف لو العجينة محتاجة مية ولا لا، ومعلقتين كبار من عسل النحل او السكر الدايت. هنقلب المكونات دي كويس جدا وهنبدأ ان احنا نلم العجينة بايدينا، مش هنعجن العجينة، هنلمها بس. ده كده العجينة بعد ما عملناها طرية ومش بتلزق. اهم حاجة نضيف المية بالتدريج عشان لو العجينة احتاجت مية ماشي، لو احتاجتش مية خلاص. هنجيب بعد كده كيس اللي هو التلاجة وهنضيف فيه العجينة وهنبدأ ان احنا نفرده فيه كويس جدا كده بالشكل ده، يكون السمك رفيع. بعد كده هنجيب اي قطاعة او اي كوباية ونبدأ ان احنا نعمل اشكال بالشكل ده كده، وهنحط في صينية عليها ورقة زبدة، وممكن نعمل اخرام كده تدي شكل حلو جدا كشكل البسكوت يعني المعتاد بالطريقة دي. وما شاء الله الكمية بس دي عملت معايا كمية كبيرة جدا من البسكوت. كده جهزت العجينة. هندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة 180 مئوية. ممكن نقفل الفرن ونخلي الصينية جوه عشان تقرمش البسكوت معانا. هنشغل الشواية اخر دقيقة عشان تاخد لون ذهبي كده بالشكل ده، وكده البسكوت جاهز معانا. ريحته فعلا تحفة، هو مكونين 2 بس ومن غير لبن ومن غير بيض، حلو جدا ومقرمش وفعلا احلى من الجاهز. والبسكوتة الواحدة فيها 40 سعرة حرارية بس، سعراتها قليلة جدا وطعمها فعلا تحفة جنب كوباية الشاي. بس كده تكون الوصفة خلصت، ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.